بصوا، انا لقيت حاجات ملهاش علاقه ببعض في الفريزر وانا برتبه، فقلت ايه اطلعها افضيه واعمل لكم اكله جميله وجديده وسهله وسريعه زي ما احنا متعودين دايما. يلا بينا اقول لكم انا عملت ايه. لقيت قطعتين فراخ وشويه فراخ شريدت كده في الفريزر. شوحت القطعتين الفراخ او الثلاثه، مش فاكره هما كانوا قد ايه بصراحه، ورحت حاطه عليهم عصير طماطميتين وجزرايه وبصلايه صغيره وفلفل الوان، وضربتهم كويس قوي في الخلاط ورحت حطاهم على الفراخ. وبعدين حطيت توابل ملح وفلفل وبابريكا وبهار حلو وبهارات فراخ، وقلبت كل ده مع بعضه ولغايه اما الفراخ تشرب كل التسبيكه اللي احنا عملناها دي وتبقى بالشكل ده. هنحضر بقى للحشوه بتاعه الفطيره. هنحتاج كوبايه لبن، هحط عليهم بيضتين، 3 معالق كبار زيت، رشه ملح ورشه فلفل اسمر، واقلب كله مع بعضه. وهحتاج ادهن الصينيه برشه سمنه حلوه كده. وبعدين ابدا بقى اجيب العيش السوري بتاعنا. ممكن يتعمل بعيش تورتيلا عادي، بس انا فضلت ان هو يبقى عيش سوري عشان انا بحب العيش السوري اكتر. وبعدين رحت حاطه بقى عليه اللبن، اهم حاجه نبله كويس قوي باللبن والبيض. وبعدين رحت حاطه طبقه تانية وبلتها برده باللبن والبيض. بعد كده حطيت في الطبقه دي الموتزاريلا وبرده حطيت عليها لبن وبيض. اهم حاجه ان احنا نسقي العيش بتاعنا كويس قوي قوي باللبن والبيض. ورحت عامله لها كفر بطبقه كمان. بعد كده نروح حاطين الفراخ، نبدا بقى نقفل في الفطيره بتاعتنا ونرجع تاني نرش باللبن والبيض بالمنظر ده. هو هندسوها كده يعني خلاهم متستفه عشان ما فيش اي حاجه تطلع منها وهي بتستوي في الفرن. وبعد كده رحت دهنه وشها تاني بالمتبقي باللبن والبيض ورشه سمنه تانية. ورحت مدخلاها على الفرن لمدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180، وهتطلع لنا لونها أحمر ومقرمشة جدا جدا من بره، طرية جدا من جوه. هي جت كده بالصدفة فقلت أصورها لكم وأقول لكم إيه رأيكم فيها، ومتنسوش تقولوا لي إيه رأيكم فيها لما تجربوها. وبس كده، بالهنا والشفا. متنسوش بقى تعملوا فولو وسبسكرايب.